واحنا بدنا نقرا الموازنه مال 2015 هسه اكو مكتبي، انتبهوا على هذه خطره، هذه مكتبي نواب رئيس الجمهوريه، اثنين من عندهم احنا ما نريد نذكر اسماء، ايش قد خالين حتى ياسسون مكتبهم؟ 23 مليار دينار تاسيس، 23 مليار دينار. احد الوزراء ايضا هسه ما راح اذكر اسمه بس بعدين اضطر راح اذكر اسماء، ضيافته بالاوراق راح اعرضها انا على الفضائيات. الاسبوع الواحد 25 مليون دينار، يعني بالشهر ايش قد؟ 100 مليون دينار ضيافه، شاي وقهوه، مكتبه الخاص. المطعم يعزم ناس، مطعم صمد وغير مطاعم، انا عندي الوصولات حقيقه، 13 مليون وكسر بس غدا وعشاء وهش. زين انا بالشهر ايش قد يصير عندي؟ 220 مليون دينار اسبوع واحد مسوي اعلانات بالجرايد، 220. اذا اضربه في شهر ايش قد يصير؟ 880 تقريبا. سيارات نشتري بمليار و424 مليون. في موازنة 2014 في بدايته، طبعا قسم من المسؤولين ترى مقاري من انا حكيت هذا الرقم استغربوا، والبعض اجوا مسؤولين كبار في الدولة وما اريد اذكر اسمائهم، قالوا ليش دكتورة ماجدة انت تقولين اكو اكثر من 6000 مشروع متلكئ قيمته 228 تريليون الدولة خسرت. لاحظ الرقم 228 تريليون. قالوا دكتورة احنا مستغربين من جبتي هذا الرقم؟ قلت الظاهر انتم ما تقرون، مو هذه موجودة بداية موازنة 2014؟ ما يقرون، ما يعرفون القصة شنو هي. أكثر أنا معلوماتي الحقيقية 9000 مشروع، لكن عموما نذكر بالموازنة أكثر من 6000 مشروع. شو يسوون دولة؟ العقد بين المسؤول وبين المقاول، يقول له تعال أخذ 25% من العقد، 30 من العقد. هو هذا المتعاقد مع المسؤول، هو قرايبه، ابن أخته، ابن خاله، أحد، يعطيه 30% من العقد ويروح. لا اكو مشروع ومشاريع وهميه. شفتوا مشروع انتم؟ شفنا احنا بالعراق مشاريع. اذا موازنه الاستثماري انا اعطي فلوس بس ماكو مشروع.